مساء الخير على متابعين قناة مطبخ مرمورة، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل مع بعض بقى حواوشي. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة. الحواوشي ده نقدر نقول ان هو صيامي، ونقدر كمان نقول ان هو اقتصادي، ممكن تعمليه في الايام العادية، يعني من غير لحوم خالص، من غير فراخ او لحمة. اقتصادي جدا زي ما قلتلكوا، وفي نفس الوقت لذيذ جدا. طعمه يا جماعة في منتهى الجمال، والحشوة بتاعته تجنن ومغذية جدا. سامعين بقى الصوت بتاع القرمشة؟ مقرمش من بره وطري من جوه، تحفة. ينفع بقى فطار او غدا او عشاء زي ما انت عايزاه. هيعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليه بجد، كل اللي داق منه انبهر بيه. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفوا الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. المكونات بتاعتنا النهاردة بسيطة جدا، حاجات كده موجودة عندك في البيت. يعني معايا هنا بصلتين، وكام فص توم، وكمان قرنين شطة كده او قرن شطة زي ما انت عايزة، ومعايا فلفلاية حمراء، وكمان فلفل اخضر، وكمان معايا جزراية بس ما اتصورتش في المقطع ده. هاخد بقى الفلفل الاحمر كده وهقطعه كده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة اشيل البذر بتاعه الاول. مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي كده. هقطع كل الفلفلاية اللي معايا، لان كل ما هتزودي الخضار كل ما هيزيد القيمة الغذائية. وهاخد برضو الفلفل الاخضر بتاعي هقطعه، وكمان قرن الشطة ده اختياري، بس بيخلي الحواوشي يا جماعة تحفة. يعني يا ريت تحطوه، هو ما بيبقاش حراق قوي بس بيدي حرقية كده بسيطة للحواوشي، بيخليه تحفة. وهاخد بقى البصل بتاعي برضو اقطعه بالشكل ده، والثوم برضو كذلك. يعني هقطع كل الخضار اللي معايا. ايوه، هقطع كل البصل بقى اللي معايا ده. الحواوشي طبعا بيحب البصل، والحاجات دي كلها بتزود القيمة الغذائية بتاعة الوصفة بتاعتنا. همسك بقى الجزرية بتاعتي كده اللي انا ما صورتهاش في المقطع اللي قبل كده، وهبشرها. وكمان بقى معايا 3 بطاطسات، هروح واخداهم برضو كده مقشراهم وبشراهم بالشكل ده. بعد ما بشرت البطاطس بتاعتي انا خدتها كده وغسلتها بالشكل ده، وبعد كده هصفيها في مصفى كويس قوي من المية. وهروح بقى على البوتاجاز كده، هجيب الطاسة بتاعتي واحط فيها شوية كده حلوين من الزيت، يعني معلقتين 3 كده. وهحط البصل وهبدأ ان انا اشوحه. هخليه بس يدبل، مش هحمر لونه ولا اي حاجه، ولا هخليه يتحمر. وهنزل بسرعه بفصين التوم كده اللي انا كنت حطاهم، يعني 3 4 كده فصوص من التوم، بيدي طعم حلو قوي للحواوشي. وهديلهم تشويحه كده مع بعض. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اضيف البطاطس بتاعتي بعد ما غسلتها وعصرتها كويس من الميه. هضيفها بالشكل ده. دول كانوا 3 بطاطسات، عايزه تقللي او تكتري براحتك خالص، بس ال3 دول عملوا لي كميه حواوشي كبيره جدا. هبدأ بقى اشوح البطاطس مع البصل والثوم بالشكل ده. وبعد كده هروح بقى ايه اضيف الجزر كده. انتي ممكن تستغني عن الجزر، بس انا بحبه قوي لان قيمته الغذائيه عاليه، وبيدي تسكيره كده الحوشي بتاعنا، بيبقى حلو قوي. حتى انا بحب برضو اضيفه للعصاج بتاع اللحمه. دلوقتي بقى ان قطعت الخضروات زي ما انتوا شفتوا كده، هبتدي بقى اضيف الفلفل بتاعي. كل الفلفل اللي عندك حطيه، اصفر احمر اخضر. انا كان عندي برضو فلفل اصفر في الفريزر، ضفته، لان كل ما الالوان بتزيد في الوصفه بتاعتك كل ما القيمه الغذائيه بتاعتها بتكون عاليه. شايفين بقى الالوان بتاعتنا بتاعت الخلطه بتاعت البطاطس تحفه، حلو قوي 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 زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها بقى شويه على النار. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، الخلطه دي يا جماعه بتاخد فتره شويه كده على النار، يعني مش تشويحه وبترفعيها، لازم البطاطس بتاعتك تستوي. دلوقتي بقى احط كده شويه الملح والبهارات بتاعتي. احط كده ملح، واحط فلفل اسود، واحط كمان الكيس اللي هو ال11 بهار ده اهو ده. ده بصراحة بيغنيني عن حاجات كتيرة قوي. طالما موجود في البيت ما بفكرش اجيب اي بهارات تانية. هضيفه بقى بالشكل ده، هيخلي طعم الخلطة بتاعتنا تحفة. وكمان هضيف كيس مرقة خضروات فورية او مكعب من المرقة، بس ده للأسف الكاميرا فصلت ساعتها وما صورتهوش. شايفين بقى الخلطة بتاعتنا تحفة. انا هفضل كده اقلبها لغاية ما هوريها لكم هيبقى شكلها عامل ازاي. يعني ما تختفوش بالوقت ده او بالمرحلة دي، لا. انا عايزة البطاطس بتاعتي تستوي 90%، ويمكن اكتر كمان. هحط كده بقى معلقة هريسة من اللي انا عاملاها وحطها في الفريزر. دي بقى بتخلي التست عالي جدا. الهريسة دي يا جماعة اتفرجوا على الفيديو بتاعها، بتخلي طعم الاكلات كلها تقريبا، يعني حرفيا انا بحطها لكل الاكل. حطيت كده معلقة خلت الطعم تحفة.
شايفين بقى الخلطة بتاعتنا بقت تحفة جدا كده، استوت، تقدري بقى تعملي بيها الحواوشي. حلو قوي كده. هي بتاخد فترة على النار تقليب حوالي نص ساعة، يعني ما تستعجليش وتحطي البطاطس نية في السندوتش بتاعك. جبت بقى العيش بتاعي الصغير اللي انتوا شايفينه ده، وابتديت كده ان انا احشيه بالخلطة اللي انا عملتها. الخلطة دي بقى ريحتها يا جماعة تحفة تحفة تحفة، وطعمها بقى رائع. فتحت العيش بالشكل ده وهبتدي كده احشيه. عايزة تحشي كتير قليل ده براحتك خالص. وممكن الخلطة دي كمان تضيفي لها كمان لحمة مفرومة، بتبقى حلوة جدا. هحشي بقى العيش بتاعي. ودلوقتي بقى انا هضيف بقى جبنه موتزاريلا هوريكم، وممكن تستغني كمان عن الجبنه الموتزاريلا. طبعا في جبنه موتزاريلا نباتي انا بجيبها تقريبا اسمها كوين، وفي كمان اسمها المحبه. في ناس سالتني على الموتزاريلا يا جماعه الصيامي، موجوده ومتوفره في اماكن كتير. هجيب كده بقى الموتزاريلا واحطها بالشكل ده. دي بتزود الطعم، لو انتي مش عايزه تضيفيها مفيش اي مشكله، اعمليها على كده. اعملي الحواوشي بتاعك على كده برضه هيبقى حلو جدا. رحت بقى على البوتاجاز، جبت الجريل بتاعي، حطيت معلقه كده من زيت الزيتون، معلقه او معلقه ونص مش اكتر من كده. ودلوقتي هبتدي بقى ان انا اوزعها كده في الجريل، وهنزل بقى بالايه الارغفه بتاعتي اللي هي بتاعه الحواوشي. واوعى وشك بقى، شايفين؟ بس هدهن برضو كده الوش دهنه بسيطه من الزيت. عايزه تعملي بزيت ذره او اي زيت تاني مفيش اي مشكله. اهو هسيبه بقى كده على الجريل. انت ممكن تعمليه في طاسه عاديه جدا، مش لازم جريل ولا اي حاجه، اي طاسه عندك ممكن تعملي فيها. هسيبه كده دقيقتين 3 مش اكتر من كده، بس تكون النار متوسطه. وهبتدي كده دلوقتي ان انا اقلبه. بصوا بقى الشكل بتاعه تحفه، حلو قوي قوي قوي. بس النار عاليه في الحته دي، فلسعت لي كده الرغيف مفيش مشكله. هقفل كده عليه شويه وارجع افتح تاني. شايفين بقى الوش بتاعنا؟ شايفين الوش بتاع الساندوتش؟ روعه. طبعا البطاطس من جوه مستويه، الرغيف ده استوى انا شلته وحطيت بداله. بصوا بقى الجمال والحلاوه، مفيش احلى من كده. هطلعهم كده بقى واحط بدلهم تاني. سامعين بقى الصوت؟ قرمشه من بره وطري من جوه، تحفه. هقطع كل رغيف معايا كده نصين، وهبتدي كده ان انا اقدمه بالشكل ده. شايفين بقى؟ تحفه يا جماعه، بجد بجد الحواوشي ده اختراع. جربوه هيعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تعملوه فطاري ممكن تضيفوا له كمان عصاج مع نفس الخلطه اللي احنا عملناها دي، مع كاتشب بقى وسلطه الطحينه وشويه ترشي كده بلدي. حاجه يا جماعه بصوا روعه، الريحه بتاعته والطعم ما تقوليش ان ده صيامي ابدا. جربيه هيعجبك جدا بنفس الخلطه اللي احنا عملناها دي. زي ما انتوا شفتوا كده ما خدش معانا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه يا جماعه، اقتصادي جدا. يعني شويه خضار عندك في البيت هتطلعي في اي وقت، لو عشا كده الولاد عايزين يتعشوا هتعمليه سهل جدا وبسيط ومغذي جدا، لان كل الحاجات اللي موجوده في الحواوشي قيمتها الغذائيه مرتفعه جدا. بتمنى تكون الوصفه بتاعتي النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.